السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنقص مع بعض موديل جديد، يا رب ينال اعجابكم. اختراع كده من اختراعاتي في الخدوديات. وان شاء الله الملاية هتبقى المرة الجاية. يلا نلف الكاميرا مع بعض ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. بصوا حبايبي، انا معايا هنا قماش ستان على قطن. ده كده بيبقى الوش بتاعه ستان والظهر قطن. تمام. الخامة دي هتلاقيها في السوق دلوقتي ب65 جنيه. ربنا يرحمنا كانت ب50 جنيه، وكانت ب45 زمان، ومش زمان قوي يعني، بس ربنا يرحمنا بالأسعار بتاعت دلوقتي. تمام. طيب ايه تاني؟ انا محتاجة الجوبيرة دي. شايفين الجمال؟ الجوبيرة دي اللفة 200 جنيه. همطرها واقول لكم هي كام متر. تمام. عشان انا كنت جايباها من فترة فنسيت كانت كام متر، بس انا فاكرة سعرها هي 200 جنيه، وهقول لكم كام متر بالظبط عشان لما تحبوا تحسبوا التكلفة للعميل. تمام حبايبي. طيب انا عملت ايه؟ انا جيت عادي خالص القماش بتاعه اهو. تمام. من الناحية المطبقة اللي بتيجي من عند التاجر، ويدي تحت اهو البورسل. البورسل اللي هو بيبقى الحتة المقفولة بتاعة القماش. تمام. جيت من الناحية المطبقة وقست. احنا في العادة بنقيس 55 عشان نطلع خدودية، لا المرة دي انا قست 60 سنتي. قست قد ايه؟ 60 سنتي. تمام. قست 60 سنتي وقصيت. انا عشان اوفر عليكم الوقت بس ما اطولش عليكم، انا قست 60 سنتي. تمام. وعملت ايه تاني؟ طلعت وش للخدودية. ادي وش الخدودية. المقاس بتاعه مش 75، لا المقاس بتاعه 80 سنتي. مقاسه 80 سنتي. يبقى انا كده محتاجة قطعة 60 في ايه؟ في 80. تمام. محتاج، لا اللي حابب مش اجباري، عشان انا كانت عندي القماش ده زيادة شوية، او مش زيادة، عندي قطعة حبيت اوفق لونين مع بعض واوفر في القماش بدل ما اشتري تاني. تمام. اللي حابب يعمل كده يعمل، مش حابب يركب الجبيرة بالطريقة اللي هقوله عليها دلوقتي. تمام. قصيت قطعة تانية بنفس الطريقة 60 في 80 سنتي. تمام. ده كده وش خدودية تاني معايا. تمام. وقصيت الظهر والقلاب. انا قصيت الظهر والقلاب بحيث ان انا هعمله سوستة. لو انتي مش هتعملي سوستة قصي عادي الظهر والقلاب زي ما بنقصه كل مرة. انا القلاب بتاعي عاملاه 25 سنتي. تمام. 25 سنتي القلاب. طبعا في الايه، في 60 سنتي. تمام. وادي الظهر نفس الحكاية 60 سنتي في حوالي 65 سنتي. ده كده الظهر عشان انا هعمله سوستة. تمام كده. ده كده بالنسبة للقص. اجي بقى في القطعة بتاعتي. ادي وش الخدودية بتاعي. هعمل ايه؟ هطبقها بالنص بالظبط كده. هجيبها هطبقها بالنص كده، نص 80. تمام. وهعمل ايه؟ هرسم. فاكرين موج البحر اللي عملناه في خدودية قبل كده، القماشة الجلاس اللي ما شافهاش يرجع لها. هرسم شكل موج البحر. هو بيعتمد شوية على الرسم، وان شاء الله ربنا يحسن ايديكم. هي سهلة جدا عادي. امشي ممكن اعملها لكم بالمقاسات برضو. امشي خط مستقيم حوالي 14 سنتي. امشي خط مستقيم حوالي 14 سنتي. تمام. وابتدي انزلي اكسري ايدك لتحت. انزلي لتحت كده زي ما بنعمل موج البحر. هننزل لتحت كده. تمام. هقول لكم مثلا ننزل قد ايه. هننزل 20 سنتي. 20 سنتي. هنزل كده لتحت 20 سنتي مثلا. تمام. هقول لكم برضو مسافة النزول في النص. مسافة النزول هنا في النص، مسافة النزول
سنتي، 26 سنتي. تمام، 26 سنتي، 26 سنتي. تمام، وهاخدها مستقيمة كده حوالي 6 سنتي أو 5 سنتي. أروح كسرة كده، أمشي كده مستقيم. تمام، انت عملتي خلاص النص ده بالمارك. طبعا اقلبيهم على وش بعض كده، وخبطي بايدك كده، المارك هيطبع الناحية التانية. تمام، في ابسط من كده؟ يا رب يكون واضح. طبعت لي كده ايه في الناحية التانية، وعيدي عليها بالمارك. انا مش عارفة المارك واضح ولا لا. بحيث تكون بالشكل ده. اديتني موج البحر، يا رب يكون واضح. هقول لكم برضو النزول من هنا، عشان اللي مش بيعرف يرسم هي سهلة جدا، وربنا يحسن من بين ايديكم. نزلت 11 سنتي من هنا، ونزلت 11 سنتي من هنا. تمام، في النص نزلت 26 سنتي، وعملت الموجة بتاعتي موجة البحر. تمام كده، خلاص لحد هنا خلصنا. هجيب القماشة التانية. لو انتي مش هتحطي اللونين، هتفصلي ده عشان نركب الجبير، وتركبيه عادي بنفس اللون. لكن انا هخلي اللونين مع بعض. انا حابة كده، حابة الموديل ده لعروسة حبيبتي. والله انا لسه ما حسبت التكلفة، هي بتحب الحاجة الحلوة وبتخليني ابدع معاها. ربنا يا رب يكمل لها على خير، ويفرحها في حاجتها ان شاء الله، تفرش وتتهنى. العلياء ده ليكي يا لولو، لو انتي متابعين. تمام، ادي حطيت القماشة على القماشة. هفصل بقى. هتقولي انت كده بتهدري قماش والقماش غالي قوي. لا، مش ههدر قماش. انا ممكن اللون ده اديني هدخله مع الكافيه، او اللون الكافيه، او ده كده اوف وايت درجة السكري. هو كان في درجة افتح من كده بس هي مش متاحة دلوقتي. هتدخلي دي مع دي، وتدخلي دي مع دي، وتعملي طقمين. تمام، انا هشيل دي وهخلي دي. هركب دي مع دي، وما بينهم الجبيرة الجميلة دي. يلا نروح على المكنة ونقفلها مع بعض. بصوا حبايب قلبي، ادي الوش بتاع القماشة الستان بتاعتي، وشها ليا، وادي الجبيرة. تمام، هنحط الوش على الوش كده عشان لما نيجي نقلبها بالراحة. ممكن تثبتيها بدبابيس. حاولي على قد ما تقدري ما تشديش خالص الطول، هتريحيها على قد ما تقدري، زي ما يكون هتكشكشي، بس احنا مش هنكشكش عشان يبقى مرتاح لما تيجي تقلبيه. تمام، ممكن تثبتيه بدبوس كده. واجيب الوش برضو بتاع اللون الذهبي، هحطه عليهم، يبقى كده وش في وش في وش. تمام، بالشكل ده كده. في ملحوظة هنا حابة اقولها لكم. انا الجبيرة سايبة مسافة التل حوالي سنتي لتحت، عشان الجبير يبقى مرتاح، وانا مش عايزة خالص ادوس على اللون الذهبي ده اللي فيه الترتر ده، مش عايزة ادوس عليه بالمكنة خالص، لازم يبقى فيه مسافة خياطة. تمام، بالراحة كده، ونريح
الجوبير، عشان خلي بالكم عشان القماش بيبقى ايه، عشان ستان فبيزحلق شوية. تمسكيه في اول خطوة بس بدبوس، وبعد كده بالراحة وانت ماشية على المكنة. تمام. هنثبت بقى على المكنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن من بين ايديكم جميعا. نقول دعاء سيدنا إدريس مع بعض. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنقفلها. شايفين أنا سايبة مسافة قد إيه؟ حوالي سنتي، ومريحة الطل، مريحة خالص. تمام، مش بكشكش، مريحاه. هبدأ بقى حبايبي افتح كده بالمقص. انا نسيت بس اعمل دي اوفر واحدة ودي اوفر واحدة، انتوا ما تنسوش. تمام، حبيت انبه على الحتة دي. لان احنا لازم هنفتح الاتنين كده بالشكل ده كده، عشان لما تيجي تقلبيها تبقى مرتاحة معاكي. لان انا هفتحها حتى واحنا بنخيط، دي هتبقى لفوق والتانية هتبقى القافية هتبقى لتحت في الخياطة لما نيجي نقفل الظهر والقلاب. تمام. والتل نفس الحكاية هفتحه، عشان لما تيجي تقلبي الوش الخدودية تلاقي الجبيرة مفرودة معاكي ومفيش اي كشكشة، وتبقى مرتاحة معاكي. تمام. اوفر من ناحية، والظهر هعمله اوفر من الناحية اللي احنا نركب فيها السوستة. هنحط وش السوستة على وش القلاب بتاعي، بس هغير الدواس بتاعي، هحط الدواس الرجل واحدة، لان انا هركب سوستة سحرية. السوستة السحرية دي خدوا بالكم قوي من طريقة تركيبها، هتفيدكم للناس اللي بتعمل الفساتين السواريه. تمام حبايبي، انا عملت اوفر اهو للقلاب. تمام. هحط الوش على الوش، وش السوستة على وش القماش بالشكل ده كده، واخد خط سراجة على الحرف بتاع السوستة، على الحرف عادي خالص وهي مقفولة. الاول هنركب السوستة وهي مقفولة بالنسبة للقلاب والظهر. بصوا ركزوا معايا في الطريقة. تمام، بالشكل ده كده، خط سراج عادي على حرف السوستة عادي خالص. هجيب برضو الظهر واحط الوش على الوش. تمام، برضو انا عاملة اوفر، حط الوش السوستة على وش الظهر، وبرضو هركبها على حرف السوستة بطريقة عادية خالص، سراجة عادية للآخر بالشكل ده كده. تمام، خلاص انا ركبتها بالطريقة العادية خالص، سراجة عادية خالص من الناحيتين. طيب هي كده لسه مش سوستة سحرية، لسه ما اتدارتش. هعمل ايه عشان اخلي السوستة ما تبانش؟ هي اسمها سوستة سحرية عشان ما تبانش اصلا. شايفين؟ هاجي لازم السوستة تتفتح بقى في المرحلة دي. المرحلة الأولانية السوستة كانت مقفولة، المرحلة التانية هفتح السوستة. شايفين بصباعي بفتح السوستة، بس بفتحها من احنا كده في ظهر السوستة من ورا. بفتح السوستة بصوا على الآخر، وازنق بالدواس الرجل واحدة، بزنق جامد قوي، وبالإبرة بمشي خط السراجة. طول ما أنا ماشية بفتح السوستة وازنق على الحرف خالص. يا رب يكون واضح بالشكل ده كده. السوستة هتختفي معايا، بس اوعي تدوسي على السنون بتاعة السوستة، خلي بالكم من النقطة دي. هوريكم الجزء اللي احنا زنقناه بقى عامل ازاي، مش هيبان لما نعمل الناحية التانية. نعمل برضو الناحية التانية بنفس الطريقة. هزنق السوستة، لازم تكون السوستة مفتوحة. يبقى المرحلة الأولانية بنركبها والسوستة مقفولة. في المرحلة التانية بقى اللي بزنق فيها السوستة بتكون السوستة ايه؟ مفتوحة. وازنق بقى على وزنه على الايه؟ السنون. وما ادوس على السنون، اخد بالي.
عشان ما بوظيش السوستة. بفتح كده بايدي، لازم تفتحيها بايدك، تفتحي بصباعك كده وتدوسي وتزنقي بالرجل الواحدة بتاعت السوستة. تمام، دي فايدة الدواس الرجل واحدة. بصوا بقى الجمال، بصوا حبايبي، بصوا بقى نقفلها، مش هيبان ان اصلا في سوستة، بقت سوستة سحرية، عشان كده اسمها سوستة سحرية. تمام، شايفين التقفيل؟ دي هتفيدكم جدا بالنسبة للناس اللي بتعمل فساتين سواريه او فساتين يعني حابة تركب السوستة السحرية. بصوا بقى الطريقة التانية، متنساش اللايك الحلو منكم اللي بيشجعني. بصوا بقى الطريقة التانية، لو انت بقى بتركبي سوستة عادية مش سوستة سحرية وعايزة تداريها، انا بقيس حوالي 3 صوابع كده او حوالي 4 سنتي، واعمل كسرة واطلعها لفوق. تمام كده، واثبتها بالدبوس نفس المسافة دي، نفس مسافة الكسرة دي بعملها الناحية التانية. تمام، اقيس 4 صوابع كده واطلعهم لفوق واحط دبوس، تتفرد بالشكل ده. ممكن تكويها عشان تسهلها على نفسك. بتأكد ان مسافة القلاب فوق لحد مسافة الكسرة هي واحدة. تمام، واحط الدبوس بتاعي واخد خط سراجة من ورا. تمام، بالشكل ده كده، شايفين الجمال؟ ممكن نكويها. تمام، ادي هقلبها اهو واخدها خط سراجة، بدوس على حرف السوستة عادي خالص. تمام للاخر. هجيب بقى الوش بتاعنا اللي احنا ركبنا فيه الجوبير واحطه على القلاب واقفله من الاربع جهات بالطريقة العادية خالص. بسم الله كده، وناخدها خط سراجة دايما يدور. شايفين الجزء اللي قلت لكم انا هفتحه؟ انا فتحت الخياطة اللي هي دايما يدور، واحدة لفوق وواحدة لتحت، وناخد بالنا من الجبيرة ما ندوس عليها، ندخلها لجوه كويس وما ندوس عليها. بعد ما تمام خلصت، يا رب تنال اعجابكم. يا ريت ما ننساش اللايك والكومنت اللطيف اللي بيشجعني. ايه رايكم؟ هي طبعا عايزه تتكوي، صراحه كنت مستعجله عشان انزل لكم الفيديو ده تستفادوا. ده شكلها النهائي، وادي الظهر. شايفين جمال السوسته والنظافه، مفيش حاجه باينه خالص. يلا اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.